السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين. خلصت الجولة الأولى من كأس العالم. الجولة كانت جميلة جدا وفيها مفاجآت كتير، زي السعودية عملت ماتش تاريخي قدام الأرجنتين وقدرت تكسب، زي إن ألمانيا اتركبت من اليابان، هم كانوا نازلين عايزين يتركبوا واتركبوا الحمد لله، وعقبال باقي الماتشات إن شاء الله، وأول منتخب يروح كده لما أسبانيا تركبهم يوم الأحد. تعالى كده نستعرض مع بعض شوية لقطات وأهداف ونشوف أهداف الجولة ومين أحسن لعيبة والكلام ده كله. نروح كده للمجموعة الأولى اللي فيها قطر، لعبت اول ماتش في البطوله قدام الاكوادور، وقطر قدمت ماتش وحش جدا وقدرت انها تخسر 2-0. فالنسيا لاعب الاكوادور هو اللي جاب الجونين ساعتها. قطر قدمت ماتش وحش جدا جدا جدا، وكانت اول بلد مستضيفه كاس عالم في التاريخ وتلعب من الماتش الافتتاحي وتخسره. قطر قدرت تحقق رقم قياسي فعلا. في نفس المجموعه هولندا قدرت تفوز على السنغال 2-0، يعتبر باقل مجهود بصراحه. هولندا ما عملتش ماتش كبير. السنغال الشوط الاول كانت مقدمه ماتش حلو قوي، بس برده في غياب النجم بتاعهم اللي هو ساديو ماني بتبقى الامور صعبه. السنغال طبعا مش ما فيهاش مهاجم يقدر يخلص، كانوا بيعتمدوا اعتماد كلي على ساديو ماني. غياب ماني الامور اصبحت صعبه شويه. عندهم الماتش الجاي مع قطر، وهولندا هتلاعب الاكوادور. اعتقد اللي هيفوز من قطر والسنغال هيقدر يعزز موقعه ان هو ممكن يصعد. المجموعه الثانيه كانت انجلترا في حصه تدريبيه قدام ايران، قدرت ان هي تكسب 6-2. ايران بصراحه الماتش ده كانت داخله تحس ان هم داخلين مش عايزين يلعبوا، او باينين ان هم ضعاف قوي، مع ان هم هاجموا في الشوط الثاني شويه، بس تحس ان المشاكل السياسيه اللي في البلد اللعيبه ما كانتش عايزه تروح المنتخب اصلا. انجلترا امتعتنا بس لسه قدام منتخب ضعيف. هنشوف الكلام ده قدام امريكا الماتش الجاي هيحصل ولا لا. في نفس المجموعه امريكا كانت كسبانه ويلز، وقدر جاريث بيل ان هو يتعادل والماتش خلص 1-1. الماتش كان فيه هجمه هنا وهجمه هنا، كان ماتش حلو. هسيب لك ترتيب كل مجموعه عشان تعرف ايه فرص الصعود بالنسبه للمنتخبات من الجوله الاولى كده. المجموعه الثالثه وكانت اكبر المفاجآت بفوز السعوديه 2-1 على الارجنتين. الارجنتين كانت مقدمه، الارجنتين قدمت الشوط الاول عن طريق ميسي من ضربه جزاء، وجابوا 3 اجوان اتحسبوا اوفسايد كلهم. كانت السعوديه نازله بتلعب بخطه جامده جدا جدا، بتلعب دفاع متقدم، بتضغط على الارجنتين من قدام. فاجئت الارجنتين باللي هي بتعمله. الشوط الثاني السعوديه نزلت كاسحه الارجنتين، كانوا مكلبشين هجوم الارجنتين. الارجنتين قدمت ماتش وحش، بس السعوديه كانت افضل بكتير. السعوديه قدمت ماتش تاريخي، قدروا في الاخر ان هم يجيبوا جونين عن طريق صالح الشهري وسالم الدوسري ويكسبوا 2-1. في نفس المجموعه المكسيك وبولندا 0-0، كان ماتش تعبان قوي. ليفاندوفسكي برضو يفشل لحد دلوقتي انه يجيب اجوان في كاس العالم، ضيع ضربه جزاء اتصدى ليها اوتشوا طبعا تاريخي من كاس العالم 2010 وهو بيلعب، وهو حارس مرمى المكسيك. ورجعنا للعرب تاني مع تونس والدنمارك. تونس قدرت تقدم ماتش كبير بس ما عندهاش حد يخلص، وقدروا ان هم يطلعوا بنقطه من منتخب زي منتخب الدنمارك. تونس عندها فرصه كبيره قوي ان هي تلاعب استراليا الماتش اللي جاي. طيب استراليا كانت بتقابل مين؟ قابلت فرنسا. امبابي كان رافع الحبايه وهوبا نهتك يا دعك، من الاخر نزلت فرنسا دعك دعك دعك، مع ان هي كانت خسرانه في الاول. كانت استراليا متقدمه 1-0، فرنسا على طول 4. جيرو جاب جونين ومبابي جون وادريان رابيو جون. طب المجموعه اللي بعديها قدرت المغرب برضو ان هي تتعادل مع كرواتيا 0-0. المغرب قدمت ماتش حلو قوي وكرواتيا قدمت ماتش حلو. لوكا مودريتش طبعا ابننا وحبيبنا، خد دي ليك يا لوكا، خد افضل لاعب في الماتش. المغرب تقدر تصعد من المجموعه دي. هنشوف بعديها ان بلجيكا كسبت 1-0 باداء هزيل قوي. المغرب لو قدمت شويه مجهود اضافي تقدر تصعد من المجموعه دي مستريح. بلجيكا لعبت كندا وكسبت 1-0. كندا كانت افضل بكتير طول الماتش، بلجيكا ما عملتش اي حاجه تقريبا، هي كره الهدف في اخر الشوط الاول. حتى دي بروين خد افضل لاعب في الماتش، قال لهم انا مش عارف، انا ما قدمتش حاجه ان انا اخد افضل لاعب في الماتش، بس انا خدتها عشان اسمي. هي المشكله مش في افضل لاعب في الماتش، المشكله ان بلجيكا وحشه قوي لحد دلوقتي. هل هنشوف الكلام ده يتغير الماتشات الجايه ولا لا؟ المجموعه اللي بعديها الكمبيوتر الياباني قدر يركب المانيا مرتين. طبعا عارفين حركات المانيا بقى، وهم عيال بسكليته وعايزين يتاخدوا. يا نوير انت كل ما كريستيانو يقابلك كان بيركبك، عيب، ده انت كبير، عيب اللي انت بتعمله ده نوير. بس المشكله ما كانتش في نوير هنا، المشكله كانت في روديجير. نزل لقاهم عاملين كده قام عمل زيهم. طب يا روديجير انت عارف هم بيعملوا كده ليه، ولا انت لقيتهم حاطين ايديهم على بقهم فقلت تحط زيهم؟ انت مش مسلم يا ابني وعامل فيها انك متدين وبتاع. ووزيره الداخليه قاعده في المدرجات جنب انفانتينو وقلعت الجاكيت ولابسه لي شرط الشواذ. في ايه يا جدعان؟ هي البلد كلها بتتركب. المانيا ما قدمتش ماتش حلو عشان ما فيش واحد فيهم ياخد رجل المباراه. من الاخر بقى واقول لك على حاجه كمان، يعني انتوا المانيا لما بتدخلوا بين الشوطين وما بيبقاش فيها اماكن، اللعيبه بتقعد على بعض. عيب يا جدعان الكلام اللي بتقولوه ده، انتوا لعيبه كبيره. خلينا نشوف اللي بعد. اسبانيا بقى مسكت كوستاريكا وهتك يا دعك، خد يا ابني من فوق ومن تحت وفين يوجعك. نافاز يا عيني خد تقييم تقريبا 2.3 من 10. لا اسبانيا تقيله، اسبانيا تقيله.
وانت يا عم انريكي انا بحب كورتك، قلت لك قبل كده انا بحب كوره اسبانيا، بس انت طالما مش مقتنع بحد من المدافعين وخدت رودري هتلعبه قلب دفاع، طب ما خدتش راموس ليه؟ برضه نفس الفكره. كوره اسبانيا جميله واحسن منتخب قدم كوره، بس انا كنت مستني اشوف راموس وديخيا يستحقوا هما الاثنين. بعدها سويسرا كانت بتلعب الكاميرون، كسبت سويسرا 1-0. الكاميرون طبعا ما جاتش. انا عايز اقول لك حاجه يا عم ايتو، بس انت وسونج اللي عمالين تطلعوا وتقولوا، وسونج يقول لك الاسود لما بتشوف حد بتجري وراه ولما حد بيشوف الاسد بيجري منه. فكك من الشغل ده، انت اول طياره تاخدها، اخر 8 ماتشات في كاس العالم ما كسبتش ولا ماتش وما بتجيبش فيهم اجوان يا عم، مش ناقصينك. والبرازيل قدرت تكسب صربيا 2-0. ماتش كان جامد جدا 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 من جانب البرازيل. البرازيل قدمت ماتش تاريخي، البرازيل جامده قوي جامده قوي، كوره حلوه، اللعيبه كلها مهاريه، تقريبا الملعب كله ما فيهوش حد مش مهاري. انا افضل منتخب شفته لحد دلوقتي بصراحه البرازيل. صربيا ان احنا قلنا هم جامدين، الماتش كان فيه تكسير بس من تحت لتحت. صربيا قدمت اداء وحش قوي، ما اقنعنيش خالص ولا اقنع اي حد. مستنيين نشوف صربيا هتفوق الماتشات الجايه ولا لا. والمجموعه الاخيره اوروجواي اتعادلت مع كوريا الجنوبيه 0-0. الماتش كان فيه لقطات بسيطه قوي، الماتش كان ضعيف، من اضعف الماتشات اللي في المونديال بصراحه. نيجي الماتش بقى، كان ماتش جامد جدا جدا، ماتش البرتغال وغانا. البرتغال فازت على غانا 3-2. قدم كريستيانو عن طريق ضربه جزاء، بعد كده اندريا ايو اتعادل، بعد كده جواو فيليكس ورافائيل لياو جاب جونين، بعد كده عيل من غانا جاب جون وراح عمل احتفال كريستيانو. وديوجو كوستا في اخر الماتش اللي هو حارس البرتغال غلط غلطه وكان هناك ويليامز واقف وراه وخد الكره، ولولا ان هو اتزحلق كان هيبقى جون والبرتغال تطلع متعادله وخسرت كل حاجه في الماتش ده. ده ترتيب المجموعات. قول لنا متخيل ايه مفاجآت في الجوله الجايه. سلام.